العاصمة الإدارية هيبدأ يدخلها مطورين كبار، ممكن ترشح لنا خريطة العاصمة بسهولة؟ طبعا الفترة اللي جاية هتبدأ تسمع أسامي مطورين كبار في العاصمة الإدارية وهتبدأ تشتغل بشكل أفضل. خلينا نبدأ بالمحاور الأساسية. عندك من فوق طريق السويس، تحت طريق القطامية العين السخنة، وعلى الشمال طريق الدائري الأوسطي، ده اللي بيفصل ما بين الجزء بتاع القاهرة الجديدة والتجمع الخامس بالجزء بتاع المستقبل سيتي والعاصمة الإدارية. لو دخلت العاصمة الإدارية من جوه هتلاقي إن هي متقسمة زي التجمع الخامس بالظبط، شارعين رئيسيين، محمد بن زايد الجنوبي محمد بن زايد الشمالي، فيما عدا بس إن عرض الشوارع أكبر شوية 128 متر مش 90 متر زي التجمع الخامس. وهتلاقي طريق الدائري الإقليمي قاطع الجزء بتاع المرحله الاولى في العاصمه بالنص. كل ما هو شمال الطريق ده او قبل الطريق ده الاحياء السكنيه R1 لحد R6، وبعض الخدمات اللي في العاصمه الاداريه زي المدينه الطبيه مثلا ومنطقه الاعمال المركزيه. كل ما هو يمين او بعد طريق الدائري الاقليمي هتلاقي الاحياء السكنيه السابع والثامن اللي اتطرحوا لحد دلوقتي R7 وR8، وهتلاقي منطقه الداون تاون والحي المالي والحكومي والقصر الرئاسي. طب عايزك تكلمنا عن مميزات كل مكان فيهم. لا كلمني افضل بقى وانا اساعدك.